ملحوظة رقم 17. طيب لو جاء الفعل dare اللي هو يجرؤ في الإثبات بنستخدم إيه؟ بنستخدم don't في السؤال المزيل. طب مثال they dare to go without guns. don't they يعني هما اتجرأوا إن هما يروحوا من غير أسلحة، مش كده؟ طيب ملحوظة رقم 18. إذا جاء الفعل daren't منفي هنستخدم إيه؟ هنستخدم dare. خد بالك بقى إن هو استخدام dare هنا زي need الملحوظة اللي فاتت أو الفعل اللي فات. بنستخدم dare في السؤال المزيل. They daren't tell the truth. Dare they. مثال كمان هبة daren't face me. Dare she يعني هي لم تجرؤ على مواجهتي، مش كده؟ طيب ملحوظة رقم 19. إذا جاءت بقى used to بمعنى اعتاد على، هنشرحها في فيديو قريب used to بكل أنواعها. طيب بنستخدم بقى إيه؟ بنستخدم didn't في السؤال المزيل. مثال I used to play football didn't I؟ يعني أنا اتعودت إن أنا ألعب إيه؟ كرة قدم. مثال كمان we used to play with lanterns didn't we؟ يعني إحنا اتعودنا إن إحنا نلعب بالفوانيس، مش كده؟ طيب تمام كده. ملحوظة رقم 20. لو جت في الجملة بقى must have والتصريف الثالث هنستخدم didn't أو هنستخدم mustn't، يا دي يا دي في السؤال المزيل. طب ناخد مثال he must have succeeded didn't he؟ هو أكيد نجح، مش كده؟ they mustn't have left early mustn't they؟ هما أكيد غادروا بدري. خد بالك إن mustn't have والتصريف الثالث بتعبر عن الديدكشن أو بتعبر عن الاستنتاج القوي في الماضي. طيب ملحوظة رقم 21. لو جت بقى خلي بالك بقى من النقطة دي، لو جت في الجملة كلمة a few بيكون السؤال مزيل منفي، ولكن لو جت few من غير الأ بيكون السؤال المزيل مثبت. خد بالك إن شاء الله هنشرح الاتنين دول مع الاسم المعدود والغير المعدود في فيديو منفصل. طب ناخد مثال he bought few books didn't he؟ he bought few books did he؟ اوعى تنسى الحتة دي، ماشي؟ طيب الملحوظة رقم